السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم كده كبابة باللحمة المفرومة. معانا هنا كيلو من الرز مغسول ومنقوع ربع ساعة ومتصفي، بتنشف كويس، وطحنين ونص فرمة كده، نص فرمة بس. ومعانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وشوية شبت على بقدونس على كزبرة. ومعانا بصلتين مبشورين كده ناعم، ومعلقة توم كبيرة. معانا بقى البهارات والملح. هنعجن كل المكونات دي مع بعض كده ونرجع لكم تاني. بس خلاص كده انا عجنت كل الرز المطحون مع اللحمه مع الخضره، بتعجن كويس قوي عشان كل حاجه كده تبقى داخله في بعض. هنشكلها بقى. معانا هنا شويه من الزيت واي صينيه كده نشكل عليها. بس كده بقى نشكلها بنفس الشكل ده كده. جرب معاكم من اتنين كده وخلاص. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك. هنكملها بنفس الطريقه دي كده ونرجع لكم تاني. هنا خلاص انا كنت خلصتها بقى. شكلتها كلها. هنا معايا حلة على النار. هقطع بصلة كده صغيرة تقطيع ناعم، نحط عليها معلقتين زيت. البصلة يا دوبك تاخد لون كده تصفر بسيط، وبعدين هننزل عليها بقى. هنا كنت بوريكم الكوباية بعد ما شكلتها خلاص وحطيتها كده على الصينية، بوريكم ان هي بتبقى مش بتلزق في بعضها ولا بتفك ولا اي حاجة. هنا خلاص البصلة انا عايزاها تاخد لون بس بسيط. هنزل بقى بطماطم كده مفرومة، هنصفيها الاول. هنحط لها بقى التوابل والملح برضو. وهنزل معايا بكوبايتين من الشوربة، اي نوع شوربة متوفر، مفيش ممكن مية عادي. وهنسيبها لما تغلي شوية. هنا كده خلاص بقى هنزل بالكوبابة بقى في قلب الحلة، ونسيبها تستوي براحتها خالص. الكوبابة اللي هي باللحمة دي اللي بيسموها الكوبابة الغمراوي. بس خلاص حطينا الكمية بتاعتنا بقى، هنغطي عليها ونسيبها تستوي خالص. بس خلاص هنا كانت استوت بقى وانا قدمتها. ان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مستوية خالص وطعمها حلو قوي باللحمة. ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تعجبكم. يلا اشوفكم على الف خير، مع السلامة.